يفعلونه في الدوريات الأوروبية والخليجية. نبدأ ب اللاعب الماهر الفنان أنيس حاج موسى الذي سجل هدفا في الدوري الهولندي هذا الأسبوع. قاسي سعيد، من تألق إلى تألق هذا اللاعب كل يوم يتعملق. وخذ بطاقة صفراء على ما أظن. شفت المقابلة محمد، يبقى دائما نشوف لاعب مهاري عنده إمكانيات كبيرة في المستوى العالي وإذا سجل هدف، ولكن يبقى هذيك الزيادة اللي عنده محمد، عنده هذيك الزيادة. لو كان في بعض الأحيان حتى المدرب تاعو يزعف عليه، فان بيرسي يزعف عليه، يقول له كان لعب جوست بالون في الوقت اللازم. صحيح ديسيزيف محمد هذا راهو بالوقت ينحي له كلش، ديجا نحالو بزاف حوايج. وفي المقابلات يا محمد كان ما يكونش حاج موسى في نور توجور تصيبهم عندهم لي ديفيكولتي باش يوصلوا للاخر. شوف هو اللي مد التمريره، مدها للزميل ديالو باش يسجلها، ما عرفش يروض الكره كي عاود ولا مدها له زميل ثاني باش هو يسجلها. بصح راهم كيما اسمع واحد كيما هذا جان في نور باش يعطيو لك قائد الفريق باش تلعب هكذا وتكون تيتولار والشعب كاع يحبك. هذه اصلا لازم تشوف التمات كيفاش دايرين هو الجماهير كاع تعشق حاج موسى. لا شارك في هذا اللقاء هذا 70 دقيقة، سجل هدف، ادى مقابلة كبيرة. انا لاحظت اللقاء البارح ادى اداء جد مميز، لكن محمد لازم اللاعب هدايا في المنتخب الوطني باش يلعب بنفس طريقه اللعب وكذا، لازم له ثقه ثاني في المنتخب الوطني. لازم ما نحقروش اللاعب هذا، لازم نمدوا له ثقه، نجربوه في عده مباريات، باسكو انا بالنسبه لي عنده مكانه في المنتخب الوطني، يقدر يلعب ويقدر يمد اضافه. نعم. الشيبي ايضا سجل في دوري الابطال هذا الاسبوع من ركله جزاء. الشيبي الذي شارك مع المنتخب الوطني مؤخرا في كاس افريقيا، كان اداؤه متباين، في مباريات كان اداؤه قوي وفي اخرى كان باهت. لا في المقابله تاع البارح يعني الظروف كانت صعيبه شويه محمد، كان صعيبه في هذه المقابله هذه، متفوقين وبعد انهزموا. وزيد ارضيه الملعب يعني ما خلاتهمش يستعرضوا كما يحبوا الامكانيات ديالهم، ولا ضربه جزاء اللي يسجلها يعني بسهوله، وان شاء الله يزيد يكمل. شعيبي معروف محمد ليسونسيال. انا ماذا بيا كي يكون في المنتخب الوطني لازم يجي في نفس الرغبه اللي راهو في الفريق ديالو، وكما يقول لك لازم يكون يجيب ثقه. وكل كاين مقابلات يديرهم ملاح وكاين مقابلات ما يديرهمش ملاح، ولكن لازم هو التوظيف ديالو مع بيتكوفيتش لازم نعرفوا كيما يلعب في الفريق ديالو لازم يلعب في المنتخب، ولا هكذاك ما يقدرش يصلح لك في توظيف اخر. انا اظن هكذا. لا شارك في 20 دقيقة محمد. اليوم لازم يجي كأس العالم، لازم يشارك بانتظام، هذه هي حاجة المهمة. احنا اليوم اللاعبين ماذا بينا يشاركوا كما نقولوا في المباريات. نعم. يشاركوا في كاع المباريات. كان يلعب اساسي، ربما مشاركته في كاس افريقيا هي التي جعلته يكون الاحتياط. كرسي الاحتياط، سجل هدف، احد بالك راح تزيد له ثقة. اليوم الفريق ديالو انهزم اليوم، هو الاهم، هو سجل هدف بالنسبه للمعنويات تاعو. بالك في المقابلات الجايه ان شاء الله نشوفه متالق ان شاء الله. منصف بقرار الذي سجل هدفا هذا الاسبوع مطلوب في نادي الاهلي المصري. هل من الافضل ان يبقى في دينامو زاغراب ام يذهب الى الاهلي المصري من اجل تجربه جديده وكسب ربما نقاط جديدة قبل نهاية كأس العالم؟ قاسي سعيد، الأهلي فريق لا يهان به، ولكن أنا دائما نقول نفضل يبقى في أوروبا. دينامو زاغراب يقدر يمشي لأي فريق إذا كان عنده طموحات وعنده الإمكانيات، يقدر يلتحق بالدوري الفرنسي ولا الدوري الإسباني، ولا نفضل يمشي لتماك. ولكن إذا بقى بهذه الطريقة هذه صعيب عليه. نفس الشيء محمد اللي يروح لاوروبا ما يقدرش يعاود يولي لافريقيا. كي تعاود تولي لافريقيا ما عندها كاين خلل، سواء زيد صغير ماشي كبير، باش نورمالمون دينامو زاغرب يحوس باش يروح للدوري مش عارف انا الفرنسي ولا الاسباني ولا الالماني ولا الهولندي، باش تعاود تولي لافريقيا باش تعاود
تبرز باش تكون عندك مكانه مع المنتخب، انا اظن غلط. لازم يشوف روحه. في فريق انا محترم. اظن باللي دينامو زاغرب الناس بزاف تتكلم على دينامو زاغرب من افضل المنتخبات في اوروبا. هذا العام لعب 21 مباراة، سجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. نعم، الإحصائيات ديالو مع دينامو زاغرب حقيقة إحصائيات جميلة. نعم. أنا نقول باللي راهو يلعب في فريق محترم، اليوم راهو يلعب ليغ أوروبا، مستوانا بالنسبة لي مستوى عالي. اليوم ما يقدرش يهبط المستوى ديالو يعاود يولي لإفريقيا. لهذا لازم الإحصائيات ديالو جميلة. اليوم هو عام الأول ديالو في هذا الفريق هذا، راح يبان. لكن نحن نتحدث عن الأهلي المصري، نادي القرن في افريقيا. في افريقيا دوك انت اليوم راك شفت المهازل اللي صاروا في افريقيا، عاود يولي لافريقيا. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الافاضل، البرنامج متواصل.